بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجتمع بكم بفضل الله تعالى من خلال هذه السهرة المباركة التي أرادتها قناة القرآن الكريم الخامسة للصلح والصلح خير. في برنامجكم والصلح خير نحاول إصلاح ذات البين استنادا إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. لذة المصلحين في الهداية ولذة الضالين في الأداء، لكن الأداء لن يدوم طويلا، لأن الله سبحانه عز وجل طلب منا أن نصلح ذات بيننا وأن نتسامح فيما بيننا حتى نصل في نهاية المطاف دائما إلى أسرة سعيدة متماسكة متجانسة، وأيضا إلى مجتمع متماسك متجانس ومتصالح. نرحب بكم معنا أيها الأحبة الكرام في هذا العدد، في هذا المباشر، والذي سيكون على مدار ساعة كاملة ابتداء من هذه الثانية التي بدأت فيها بالترحيب بكم والترحيب بكل من يتواصل مع برنامج والصلح خير، من يتصل بنا من داخل وخارج الوطن ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. لكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء، وأيضا تحية طيبة للجالية المسلمة بالمهجر. مرحبا بكم مجددا. نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري، ثم نعود لمعرفة ما قضية هذه السهرة. فضيلة الدكتور مرحبا بك. مرحبا نجاة، كيف حالك دكتور؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. قبل البداية دكتور، الكثير من المشاهدين والمشاهدات الكريمات اللي يقولوا لي فضيلة الدكتور دايما وفي البرنص تاعو في برنامج هلا سألوه في برنامج الصلح خير. دكتور سؤال أجيب عنه؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله سلمانوني في بلتنوان والصلح خير. أما بالنسبة لقصة البرنوس، نعم، فهو أولا رمز الأصالة، نعم، ثانيا رمز الوفاء، ثالثا أن البرنوس له عدة يعني أبعاد وله عدة فوائد. من هذه الفوائد أنه ساتر يستر الإنسان، أنه يصلح لعدة أمور. عنده القلم نتاعو واحد يقدر يقضي فيه عادي، وعنده كذلك أنه هذا البرنوس ما عندوش اليدين باش ما يتحكمش مع، لازم واحد يحافظ عليه، وهو أبيض إذا سقط يتلوث، الإنسان لازم يحافظ عليه. وكذلك يصلح رداء ويصلح وسادة ويصلح لكثير من الأمور. ثم أنه كما قلت رمز الوقار، يعني لدى أجدادنا السابقين، ومن الشرف أن نحفظ أصالة أجدادنا وأن نحفظ موارثهم. هذه بعض فوائد البرنوس، ربما في الأيام نعقد له حلقة خاصة بالبرنوس، وله فوائد كثيرة جدا إن شاء الله. دكتور بارك الله فيك. إذن قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ونحن نحتفل بالذكرى 60 لاندلاع ثورة المجيدة أول نوفمبر 1954. لنا وقفة في برنامج والصلح خير لنترحم فيها على أرواح شهدائنا الأبرار. من خلال برنامج والصلح خير ومن خلال هذا المباشر نقترح عليكم قضية من القضايا، ألا وهي اليوم سنناقش قضية ميراث الشهداء، هؤلاء الذين تركوا الأرامل والأبناء والبنات، والذين لم يسلم بعضهم من الخلاف والإقصاء من ميراث آبائهم الشهداء. فضيلة الدكتور، سؤال هذه الحلقة في بداية المقدمة للرجل المصلح: ما مصير هؤلاء الأولاد الذين منعوا من الميراث بسبب وفاة آبائهم في حياة أجدادهم؟ تفضل دكتور على بركة الله. الله يبارك فيك. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أختي نجاة، لابد من ترحمي كما تفضلت أنت، وأثني على ما قلت، أن أترحم على شهداء ثورتنا المباركة. فأسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة، وأن يجعلهم رفقاء للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يسكنهم الفردوس الأعلى. وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا أوفياء
لأمانة الشهداء. فكلما سمعت من يتحدث عن الشهيد وعن المجاهد والجهاد وعن الثورة إلا وتذكرت ما كنا نحفظ ونحن صغار من الرجال والنساء وقتها. نعم. وهم ينشدون أناشيد شتى. نعم. باللغة العربية وباللغة الأمازيغية عن الشهيد وعن الوطن وعن الثورة. ومما يحضرني الآن ما كان يقال وينشد أثناء الثورة المباركة: يا الجزائر يا الجزائر انضحي الفداء، نطفي ذرار نرنا الاستعمار غف الحرية، نعهد الوطن ذويذ يموثا ورنحب سارا ألما نحرض ثموث عزيزا أتسع اللواء. ولكن كما قلت وهو سؤال مهم ومحير. إذا كان الشهيد قدم روحه في سبيل الله والوطن، ضحى بروحه من أجل أرض الجزائر، للأسف بعض أولاد الشهداء محرومون من قطعة أرض صغيرة يقيمون مسكنا يأويهم. فهذه معادلة في غاية الغرابة. شهيد قدم روحه في سبيل الله والوطن، فلم يقدم روحه من أجل تحرير أرضه فقط أو أرض أجداده، ولكن أرض الجزائر. وفي النهاية قد يحرم أولاده من قطعة أرض فقط. هذا أمر غريب ومحير. لذلك للحديث عن هذا الموضوع لابد من مقدمة ومقدمة وكلاهما صحيح لهذا الموضوع، من خلال الحديث عن الوصية الواجبة ومن خلال الحديث عن التنزيل. أولا المواريث محددة في شرع الله عز وجل في آيات كثيرة، منها أوائل سورة النساء الآية 7 وما بعدها، حينما قال ربنا في القرآن: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، إلى أن يقول ربنا جل جلاله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هناك قواعد ضابطة للمواريث. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآيات قال في الحديث الصحيح: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولكن قبل آية المواريث هناك كمثل سورة البقرة الآية 128 آية الوصية. هذه الآية الوصية توجب الوصية للأقارب غير الوارثين. للأقارب غير الوارثين. فحصل نقاش فقهي ولا مجال للحديث فيه مفصلا. المهم أن هناك رأيان. الرأي الأول يقول أن آية الميراث نسخت آية الوصية برمتها، وهناك رأي آخر يقول لا، آية الميراث نسخت بعض آية الوصية، بعض آية الوصية، يعني ما يتعلق مثلا بالوالدين، الوصية للوالدين لا يستحق، لأنه طبقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، حينما عقب على قول الله عز وجل على آيات المواريث قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولكن من العلماء بل من أئمة التابعين ومن أئمة الفقه ومن أئمة الحديث من قال بالوصية الواجبة، وإن كان باقي الفقهاء يقولون بعكس ذلك. يعني أذكر على سبيل المثال ممن قالوا بالوصية الواجبة أذكر سعيد بن المسيب، كذلك الإمام الحسن البصري، كذلك طاووس وداود والإمام الطبري والإمام ابن حزم، يعني أئمة كثر قالوا بالوصية الواجبة. وليس هذا المطلوب باش نفصله من الناحية الفقهية، ولكن من ناحية العرفية الآن نعود إلى الجزائر. قبل 1984 كيفاش يدوا الأخت نجاة؟ إذا واحد مات في حياة باباه، يعني الشخص مات خلى أولاد وباباه ما زالوا حي، يعني جد الأولاد لا يزال حيا، هذا الجد النهار اللي يدفن وليده يشهد الناس، يقول لهم: يا ناس شاهدوا هذا وليدي اللي دفنته ضرك
خلى أولاده نعم نغرسهم، يعني أنزلهم منزلة أبيهم. نعم. يعني نقولوا بالدارجة نغرسهم استقبالية نقار جدس هذه الزو الرون ميس إقموثن ديال الحياتيس. نعم. أثني الزو باش ورثن الحق أمور نبابثسن ميقموث جديثسن باش تنحر من النار العموم نسن. لماذا جات هذه باش الأعمام ما يحرموش أولاد خوهم اللي مات في حياة باباهم. نعم. هكذا. طيب هذا من الناحية العرفية. بالمناسبة هذه الوصية الشفوية نحتاجها بعدا في الفيتير. نعم. الوصية الشفوية هذه لها اعتبار في الجزائر. نشوف الاجتهاد القضائي مثلا. نعم. قرار المحكمة العليا نعم. الصادر في 25 نوفمبر بالمناسبة 25 نوفمبر 1997. نعم. قرار المحكمة العليا الجزائرية الصادر في 25 نوفمبر 1997 يقضي بصحة عقد التنزيل الثابت بشهادة شهود الأقارب. نعم. دون حاجة إلى شكل رسمي. أما الشكل الرسمي فهو موجود مثلا في قرار محكمة 1993 وغيرها، يعني كيكون عقد توثيقي. نعم. عند النوتير هذا باين عنده قيمته. نعم. ولكن هذا القرار اللي ذكرته مهم جدا في 25/11/1997 معناه يعطي قيمة لعقد التنزيل الثابت بشهادة شهود الأقارب. نعم. الشفوية دون أن تكون مكتوبة أو ظاهرة في شكل رسمي. نعم. واضح الأمر. نعم. طيب ولكن روح يا زمان جي يا زمان في 1984 ماذا حدث دكتور؟ في 1984 صدر قانون. نعم. تحت عنوان قانون رقم 84/11 اللي هو قانون 24 يعني قانون الأسرة الجزائري. نعم. الصادر في 9 رمضان 1404 للهجرة الموافق ل9 جوان يونيو 1984. وهذا القانون معدل ومتمم بالأمر 0502 الصادر أو المؤرخ في 27 فبراير 2005. وبالذات في المادة من 169 إلى غاية المادة 172. هذه المواد 169 170 171 172 4 مواد تنص على الوصية الواجب على التنزيل هذا. نعم. هنا بعد 84 لا نحتاج إلى شهادة الشهود. نعم. سواء كانت مكتوبة أو موثقة عند الموثق لا نحتاج. فبقوة القانون هؤلاء الأحفاد ينزلون منزلة أبيهم الذي مات في حياة جدهم. نعم. بشروط. نعم. تنص المادة 169 على الآتي. نعم. من توفي وله أحفاد مثل هذه الحالة اللي راح نشاهدوها. نعم. من توفي هذا تمهيد للحالة إن شاء الله. نعم. من توفي وله أحفاد. نعم. وقد مات مورثهم قبله أو معه أو معه نعم. ينزل منزلة أصلهم ينزلون منزلة أصلهم في التركة بالشرائط الآتية أو بالشروط الآتية كلاهما صحيح. نعم. تأتي المواد 170 171 172 تنص على الشروط. من هذه الشروط ألا يتجاوز حق أو نصيب هؤلاء الأحفاد الثلث. نعم. هذا الشرط الأول. من هذه الشروط ألا يكون هذا الحفيد أو الحفيدة وارثا أو وارثة من الأصل جدا كان أو جدة بالقواعد العادية للميراث. نعطي مثال عملي. إذا مات شخص وترك زوجة وترك بنتا وترك بنت ابن مات أبوها في حياة جدها، هذه المسألة لا نحتاج إلى التنزيل. لماذا؟ لأنها ترث بالطريقة العادية لا تستحق التنزيل. ترث بطريقة عادية. فالزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت ترث النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب، وبنت الابن ترث السدس
تكملة للثلثين لوجود البنت صاحبة النصف. إذن في هذه أهم الشروط اللي مذكورة في هذه المواد. الآن نعود إلى سؤالك مباشر. أطلت شوية في الإجابة ولكن خلفية معرفية لابد منها. الآن يا أختي نجاة باش نكونوا يعني عادلين بصراحة، كانوا الشهداء اللي ماتوا خلوا أولادهم والأعمام ضيعوهم، كلاو حقهم وضيعوهم وهملوهم، ما فكروا في هذاك الشهيد كيفاش يتألم وكيفاش هذوك الأولاد مساكن بقوا ضيعين تايهين، وكان اللي عاش بعيد وكذا ومحروم من أرض جداد ومن أرض بابا، كاين اللي عاش عند خوالو دكتور. ولكن للإنصاف كاين أعمام اللي عطاو ميراث لأولاد الشهداء. لا عموم يقف كان الحق نتريكا يوراو للشهداء وقال يقول السيارة سنفارك ربي يعطيهم الصحة وربي يجازيهم خير، ولكن الأعمام ويضاثين دي هذو ربي اللي ما عطاوش ميراث لأولاد الشهداء. إذا بعد الفيتير أكيد سيكون عندي تعليق إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور. إذا ملامح مقدمة فضيلة الدكتور السعيد بويزري أصبحت واضحة وستتضح أكثر فأكثر بعد مشاهدة الفيتير وبعد أن يتواصل فضيلة الدكتور السعيد بويزري معكم في التعمق في قضية ميراث الشهيد. إذا هو أعمر مختاري ابن الشهيد مختاري أكلي رحمه الله، الذي كان عضوا في جيش التحرير الوطني في كتيبة جرجرة. استشهد الأب في عام 1958 قبل أبيه، بمعنى قبل جد أعمر مختاري اللي راح نشوفه معنا في هذه الحلقة. وترك ابنا وبنتا، الشهيد رحمه الله ترك ابنا وبنتا اللي هو أعمر مختاري وأخته. شاهدوا معنا هذه القصة. قبل ذلك كان علي أن أذكر المشاهد الكريم بأن البيت اللي صورنا فيه الروبورتاج هو ليس بيت السيد أعمر مختاري، ولصعوبة التنقل إلى منطقة دراع الميزان أحد الأقارب تاعو تكرم علينا وفتح البيت تاعو وقالنا هذا بيتي ولكنه بيت السيد أعمر. تابعوا معنا الروبورتاج ونعود لمواصلة النقاش في ميراث الشهيد ونستقبل اتصالاتكم. لكن قبل ذلك رجاء وليس أمرا أن تتقيدوا بالموضوع حتى نفهم مقاصد هذا الموضوع ومن خلال نقاش برنامج والصلح خير. تابعوا معنا. الوجهة كانت إلى منزل السيد أعمر مختاري ابن الشهيد أكلي مختاري رحمه الله. هم الشهداء الذين ضحوا من أجل العرض والأرض ومن أجل الجزائر. هذا ابن الشهيد أعمر يطرح إحدى المشاكل التي تتعلق بالميراث ومنذ استشهاد الوالد رحمه الله. برنامج الصلح خير زارك في بيتك للحديث عن موضوع في غاية الأهمية وهو ميراث الشهداء. الحق تاع الوالد تاعك من التركة تاع باباه الله يرحمه اللي هو جدك تحرمت منه أنت منذ استشهاد الوالد في الثورة التحريرية الكبرى. الأب نتاعي توفى قبل جدي في 58. عشنا عند أهل الوالدة يعني أخوالي، ولما كبرت حاولت نعود إلى أرض أجدادي، قالوا لنا ما عندكمش الحق. لماذا؟ لأن الشهيد توفى قبل باباه. قعدت عند خولي حتى عام 80 وجاء لي العام بالذات أعطالي شوية من التركة، لكن في 2007 تراجع
اليوم حتى الطريق اللي تؤديني إلى المنزل يعني حب يمنعني ما نفوتش، لازم نطير في السماء باش ندخل إلى منزل. وإن كان أبناء الشهداء لم يسلموا من الخلاف والنزاع حول ميراث أجدادهم وآبائهم، فأين الحقوق يا ترى؟ كيفاش تعاملت مع الأعمام تاعك؟ دخلت معهم في نزاع ولا رحت شفت جماعة باش يدخلوا باش يفكوا الخلاف هذا ويخلوك تدخل للتراب تاع جدك وباباك رحمه الله؟ يعني في الواقع يعني الإشكال هذا أنا ما حاولتش يعني نروح للعدالة. كيفاه ابن شهيد اللي ما يعرفش باباه يقولوا له باللي ضحى حياته من أجل الوطن، من أجل استقلال الوطن، اليوم لقى روحه يعيش غريب عن أرض أجداده اللي سقيت وحررت بدماء أبيه. اليوم بقات لي غير جوار نتاع المنزل تاعي برك، أما الباقي فاستحوذ على كل تركة، رغم أن جدي قبل أن يتوفى الله خلى وصية شفوية كاينين شهود كيمة شهود تراجع. لست أدري زيد بن كرم أسباب هذا التراجع على باليش. لكن ابن الشهيد لم يتراجع يوما عن زيارة مقبرة الشهداء، وهذا ما يقوم به كلما ضاقت به الدنيا، يقف ويترحم على أرواحهم الطاهرة. عندما ندخل إلى المقبرة كأني راني نشوف الأرواح نتاعهم قدامي، والدليل على ذلك المولى عز وجل في سورة آل العمران الآية 169 قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا أؤمن بهذه الآية وأؤمن إيمانا قويا بأن الشهداء تركون فقط، وإنما أرواحهم دائما باقية إلى الأبد، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. إذن نعم، وهو كذلك المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. فضيلة الدكتور، بعد مشاهدة هذا اللقاء اللي أجريناه مع أعمر مختاري، نستخلص من خلال الروبورتاج أنه الجد مات في 1971 وترك الجد وصية بتنزيل أعمر ابن الشهيد والأخت تاعو منزلة أبيه الشهيد. هذه الوصية التي لم ينفذها العم والأعمام. ماذا يقول فضيلة الدكتور سعيد بويزري في هذه المسألة التي هي في غاية الخطورة؟ نعم، أولا رب يرحم الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة. أشرنا قبل حين الأخت نجاة إلى الاجتهاد القضائي. نعم، يعني المحكمة العليا في قرارها الصادر في 1997 يعني في 28/11/97 يؤكد على أن عقد التنزيل هذا يعني له وزنه، له اعتباره القانوني والشرعي، اعتمادا على شهادة الشهود، ولا يحتاج إلى شيء رسمي. شهادة أقارب يعني الجد يكفي هذا ويعمل به. ولكن للأسف كما شفنا في قضية الأخ عمر أنه جده الله يرحمه اللي مات في 1971 نعم، في النهار اللي مات وليده آكلي اللي هو الشهيد نعم. والد عمر، جده دار شهود هذاك النهار، قال لي شهدوا بأن وليدي مع بنت وليدي يعني ننزلهم منزلة أبيهم الشهيد نعم. رحمه الله. نعم. يعني المفروض العم هنا لا يجوز له أصلا أن يتجاوز هذه الوصية، ولكن للأسف بعد رحلة طويلة
يعني حرم الأخ عمر من الحياة في أرض أبيه وجده من سنة 58 إلى غاية 1980 كيرجع، ولكن للأسف الشديد في 2007 تراجع العم وحرمه من تلك القطعة الأرضية أو من تلك الأرض، وما بقي لديه إلا القطعة الأرضية الصغيرة أو البقعة كما يقول الأخ عمر، وين المسكن فقط، وين دار المسكن تاعو، وهكذا حاول أن يمنعه، أن يمنع حق من حقوق الارتفاق وهو الطريق. يعني هذه كلها العقبات في الحقيقة لا تليق. أولا احتراما للشهيد، ثانيا احتراما وتقدير لوصية الجد رحم الله الجميع. ولكن من خلال يعني هذا الفيتير نتوجه إلى كل من هو في هذه الوضعية أن يعطي كل ذي حق حقه، وألا ينسى أرواح الشهداء ولا ينسى تضحيات الشهداء، ثم أن هذه الأرض كما قلنا مرارا يرثها خالقها جل جلاله، ولله ميراث السماوات والأرض، فلا يصح إطلاقا أن تكون الأرض سببا في قطع الأرحام أو في الغدر بدماء وبأرواح الشهداء أو بوصايا الأجداد الذين تركوا وصايا بتنزيل هؤلاء الأحفاد منزلة أبيهم أو أبائهم الذين ماتوا في حياتهم. نعم. إذن أذكر بالأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة، وهي 021 37 42 87 021 37 45 64. ومن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. إذا كان كل واحد فيكم عنده انشغال بالنسبة لهذا الموضوع المخصص لميراث الشهيد ما عليه إلا أن يتصل بنا، وفضيلة الدكتورة سعيد بويزري يتواجد معنا من خلال هذا المباشر للنظر في كل هذه القضايا. على بركة الله، على ما أظن سفيان نأخذ أول اتصال من فرنسا. من يا سفيان من فرنسا؟ الحجة وردية معذرة من تيزي وزو وليس من فرنسا. الحجة وردية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك الحجة معنا في برنامج والصلح خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحجة راكي تشوفي أخبرنا في السلامة الحجة وردية. الله يسلمك. مساء الخير يا ولادي يسلم. بالخير ولادي كلنا في ماشيين ولادي كنت حاضر مسؤولين ولادي مرتاحين. الله يسلمك. أو ندينا غوني بالصارفين. هذه بالصارفين ديال الشوار نوني درت ديال عمر نوني بس كنت نخدم. سورتو الحصة بوستاكين كان تحوزة النصف كدينا غير في النصف ديال من الجزائر. نعم. ولكن هذه طرافة ما كيف شيخي كان الحق. نعم. كغزال يوسي شبان الساكين خاطر ذات يعني نسبة ضربوني نبق في الحصة تخدم يعني كل يوم توزالي ساكين. نعم. كما دارت مقرص. خاطر ثم ضد يعني زمان هي ضربة شو نسبة ثم يسمح لنا شي خدها قليل اختصار شويه كان. تفضلي. نعم. الوغ تدول الساكين تحوزها ما تصل الغاشي مالوغوزمون إمورانا نبغى نموت نقرا وكثر تموت. يسمح هذا الشيء خاطر لكن ولا غتولنا تيزو من سي غاتنين يتقدر ولدي زمن اسمي فغنا في الحق ويا رفض الحريه الفلسطينيه الحريه شفتها في الصوره ونشوهها. أقرأ مثلا هذه المشاكل مثلا غادي يشوفها صورة متري والتسويق ديالهم يتوك سويلا بزاف أقرأ صورة شرع في الليل بشدة غير بزاف يزيد صور دين يعني هذا نتزلا دونك الشيء خيتي جزء بس الخير خاطر مشيتش تجمل كم كونتي شي مين يقبل السربات كي تقدشنا في التلفزيون لا 5 خاطر تاكد فريمون دي سوجي يعني تري امبورطون. نعم. دونك تجمل تطوالي شي من الوطاط وتنفع نجات ولا كنت خدم التليفونات ماشيين. بارك الله فيك. Permettez-moi de dire mais là il y a c'est possible au monsieur le président de la République, monsieur le ministre de la Justice et le ministre des Moudjahidines. أدقى نفس الماء وأنا منشقلة من نتش وراو الشهداء. مشاري نك مشاري واو سودرين أتصل الشيخ يتصار وكامل مسكين زنادات شكين. لأن زنادات شكين ويخصص
ومصروف يخص هو نتاعي الحوريه الدين واذا تاكيد دونيتي تمشيو المشاكل الشيخ شوط فايت باش نغطى 5 دقائق دابا قريت 52 سنه ديبوندون واخا من دابا فرنسا غير تسترغل ضروري مسكون بلا يسلك ولات من تقري هذوك مشوا باش نغطى 5 دقائق دابا قريت في الحرمه تقري غادي لا حتى هو شويه صغار انا الشيخ وراه الغمادر كل اللي قاعد يسلم بارك الله فيك. من مودا غدا غير مثلي ديال الصار شفت دايما ثاني خدمن نعم نروى الحيط من اللوز ونغير شويه شبان وغير غادا ديال طالي مويان باش هاد غادا غادي تيجي مالوغوزمون نروى غادا الحيط مي شويه الحمد لله لكن تيناولنا باش انا كني راسي نسيت غير حامي اللي غني نعم شويه قضيه كانت عندنا غاسيرم انا يا الشيخ أقدر نساوم لي الحيطة تورا دولنا المستعدة غير ظلين هايكي ولا نتنقل تورا وندي مولانا نغسل يعني ويا ماشي نكونين تورا أغدي هدور كل حكم هذا نعم شكرا الحاجة وردية بارك الله فيك بارك الله فيك في هذا التدخل وهذا التدخل يفيد كثيرا حصة اليوم التي هي ميراث الشهداء. لكم أن تتصلوا أيضا بنا من خلال هذا المباشر حتى نوضح بعض الأمور التي ربما منذ الثورة التحريرية بقوا الناس هكذا بعاد على الرزق تاعهم وعلى الميراث تاعهم بعد وفاة بعد استشهاد الآباء تاعهم. إذا تواصلوا مع البرنامج. سفيان هل هناك اتصال أو نواصل النقاش؟ إذا دكتور نرى في يعني محمد من شلف كنت أريد أن نعود إلى الحاجة وردية ولكن محمد من شلف. السلام عليكم أخي الكريم. ألو وي ألو السلام عليكم. من معي من فضلك؟ ألو السلام عليكم. رانا نسمع فيك. السلام عليكم. السلام عليكم على كل مشاهد. من فضلك تقدري تقدمي اسمك باش نعرفوك؟ مداحي محمد مشرف. مداحي لانه كان صوت المراه ومن بعد جا مداحي محمد بن شلف. شوفي يا شيخ كان الساعه يهضر على نعم. تفضل يا اخي تفضل. مداحي محمد بن شلف السلام عليكم ومرحبا بك في برنامج الصلح وخير وتفضل. نعم نحن في الاستماع. السلام ورحمة الله. أنا بغيت نستفسر برك مع الشيخ المادات اللي جالهم 169 وحتى 171 هذوك رانا عرفناهم وشفناهم ولكني في اخر قانون هذاك 222 يقول لك كل ما لا يريد في هذا القانون ارجعوا للتاريخ الاسلامي الشريعه الاسلاميه. نعم. نتكلم شويه ما نعرفش ما نفهمش مليح العربيه. نعم. ولهذا جرينا احنا في المحكمه. طيب سي محمد من فضلك القضيه تاعك واش هي باش يفهمها الدكتور بيسك جريتو في المحكمه؟ ميراث شهيد. الاب تاعك شهيد ولا؟ نعم. طيب هكذا نفهم. اذا الاب تاعك شاهد. طيب نعم واصل. ولهذا قلت لك كي رحنا المحكمه ذاك التبعيه كي رحنا المحكمه نعم جبنا هذاك القرار باللي هذه القضيه مؤسسه وكي جينا لي نوتير ما بغاوش يفوتونا القضيه تاعنا قال لك احنا ما تجيبوش معكم فريضه. نعم واصل. هذا هو محسوب النقطه هنايا كاع لي نوتير اللي هبطنا عليهم وشفناهم قال لك يا ودي احنا ما نطيقوش لان القانون خرج في 84 في 84 نعم. نعم. وفي الماده 169 تقول لك من متى ابو قبله او معه قبله صدير لو باسي ومعه ايميدياتمون نورمالمون يهبطوا ينزلوا في بلاصه باباهم. وهذا الامر رانا حايرين فيه حنايا. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه الشيخ اسمح لي لو كان يعني تزيدوا هكذا محسوب هذا مقترحه. نعم تفضل. محسوب نافوكا ولا حاجه معكم هكذا باش يزيد يعطي معلومات ولا نعب الشيخ سنه الله اعلم. نعم. ويعني نشوف القضيه هذه ما فهمناش والله ما فهمنا الميراث تاع الشهيد الله يهديهم واش نقولوا ان شاء الله. بارك الله فيك
سي محمد مداحي من ولاية أشلف. لا تنقطع عن برنامج الصلح خير وستستمع إلى فضيلة الدكتور. يقول سفيان الأحسن من الأحسن تلمسان. شكرا محمد. إذا نستقبل المكالمة الثالثة في البرنامج وهو السيد الأحسن من ولاية تلمسان. السلام عليكم أخي الكريم. الأحسن من تلمسان، السلام عليك. نعم تفضل. مرحبا بك، تفضل. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام السلام. الشيخ بويدري. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. كي راكم لاباس؟ والله غير الحمد لله. سي الأحسن. تفضل. سي الأحسن قبل سي الأحسن. أنا ثاني أولاد شهداء. أولاد شهداء، نعم رحمهم الله. نعم أولاد وراني شهداء. طرحت ديجا واحد القضية للسيد بويدري وفوتها في الإذاعة على 6 العشية الأخرى. هلا سألوا نعم. هلا سألوا نعم. هي ودروك دار لي واحد الحصة بصح كاع ما استعرفوليش بها. عندي واحد الشرع أختي توفات، هو راه على باله كاع بالقضية. نعم. تتذكر دكتور ولا يعاود؟ معلش. نعم. نعم. بعاود بخلاصة معلش. ممكن سي الحسن تحكي لنا القضية من خلاصة. البداية، الخلاصة تاع انتم أبناء الشهيد رحمه الله. شحال انتم الله يبارك؟ احنا ربعة خوت، 5 بيت و5 وبنت. نعم وبنت. نعم. كاين الوالدة تاعنا ماتت بليطو. اختي وخويا ماتوا قبل الوالدة. نعم. والوالدة توفات موراهم، وفي الفريضة خرجوا الولاد، والبنات البنت هذه ولادها ما خرجوش، ما حطوهمش في الفريضة. نعم. وقلت للشيخ باش يعاودني ندير الطعن، باش يديروا طعن باش ولاد اختي هذو يديروا، خاطر ماتت قبلها في 96 ماتت. نعم. والوالده تاعي ماتت في 2013. نعم. ماذا دروك انا دار لي ذيك الحصه ملي نهضر معاه يقول لي الشيخ تاع السعوديه وقالوا لنا ما يديوش ولاد البنت ما يديوش وخلطوها لي كاع، وكي نمشي عند المحامي يقول لي كي ما دارهاش في الفريضه ما عندي ما ندير لها كل واحد طيب يا سي الحسن من تلمسان، انت في الجزائر وعندنا الله يبارك اللي يعني راهم مسؤولين على الفتوى، وامامك فضيله الدكتور سعيد بويزري اللي راح يوضح لك الامور. ان اردت السيد الحسن راح يجاوبك من خلال المباشر، تقدر تخلي رقم التليفون تاعك لانه اليوم تحت يعني في سوسوه مع الموضوع ميراث الشهيد. خلي رقم التليفون تاعك للعارضه التقنيه، واحنا بعد نهايه البرنامج سنتصل بك بحول الله تعالى. واضح دكتور؟ واضح جدا. طيب يمنى من العاصمه. السلام عليكم اختي الكريمه يمنى من العاصمه. السلام عليكم اختي الكريمه. نعم يمنى راكي تسمعي فيا؟ ليكو بالك. نعم ربما ستعاود الاتصال. دكتور نعود إلى أول اتصال كان بالنسبة للبرنامج، وهي الحاجة وردية. نعم. ابنة الشهيد دكتور. حاجة وردية ابنة الشهيد هي من ضحايا. نعم. يعني قضيتها مثل قضية عمر ومثل قضايا الآخرين من أولاد الشهداء. نعم. ومن خلاصة تدخلها أنه قال لك والدينا يعني الشهداء خرجوا من أجل الوطن في سبيل الله والوطن، حرروا البلاد شرقا غربا شمالا جنوبا. قال لك فيه أولاد الشهداء الآن محرومون حقيقة من التمتع بأرض أجدادهم وأبائهم. وقالت ثم وجهت يعني كما يقولوا صرخة
إلى السيد رئيس الجمهورية الجزائرية وزير العدل ووزير المجاهدين من أجل التدخل، من أجل تقديم يد العون لهؤلاء اللي راهم قضاياهم ما زالت بعضها في على مستوى المحاكم حتى الآن مضرورين يعني دكتورة. وقد أرضنا ومسكننا تحرق من فرنسا إلى آخره، ولا تزال تعاني إلى الآن هي وأمثالها. أشمنا الحاجة وردية ثم زورث ذي رحم ربي الشهداء ثم زورث في السنات إن شاء الله هنزو السيرم ذقولاون ولا قارن الزولاياس ذقولاون إن شاء الله يوم قرثي فلا عقل هذه تفضي ربي أذين في الحقيس إن شاء الله مازال مؤمنين، مازال عرضيا، مازال عندنا إن شاء الله قضاء إن شاء الله اللي يخدم القضايا العادلة وينصف أهل الحق عملا بقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن الأمل قائم، ولا يجوز أصلا أن يتغلغل اليأس إلى قلوبكم أو قلوبنا جميعا، ولا بد أن نعمل سويا من أجل الحصول على حقوق هؤلاء أولاد الشهداء، وكذلك الجميع كل من هضم حقه لابد أن نقدم له يد العون من أجل تحصيل حقه، لأن الحق لا بد أن يحمى ولا بد أن يحفظ. وهذه هؤلاء المحرومين اللي راهم مازال يعانيوا ومازال يبكيوا ومازال يتألموا ومازال يجريوا في الإدارات وفي المحاكم، لا بد أن نقدم لهم جميعا يد العون. هذا هو تعليقي يعني باختصار عن الحاجة وردية، جزاه الله خير. نأخذ اتصال دكتور قبل أن نعود إلى محمد من شلف. ربما اتصال من ولاية زوزو أيضا. جميلة تتصل بنا. حبيت نهضر عليك. السلام عليكم أختي الكريمة جميلة. نعم. السلام عليكم. أنا صاني وعندي سلسلة حبيت نسقسيكم هذه السلسلة كما قلت شديت فيها بزاف خلاص وانا دوك كوبي ما نكمل ما سكتش نكمل. جميلة تقدري تخلي رقم تليفون تاعك يتصل بك الدكتور بالطبع. يعني إن شاء الله تلقى في بعض الأحيان يعني بهاتف النقال. الله غالب الناس يتصلوا والكريدي خلاص لهم. نعم أرجوك سفيان إذا اتصلت خذ الرقم تاعها. دكتور محمد مداحي من شلف يقول حبي يفهم وتفصل له بالنسبة للمواد اللي ذكرتها في المقدمة، وهو تاني ابن شهيد. نعم. أول الأخ محمد من شلف، أولا هذه المواد كما قلت من المادة 169 إلى غاية المادة 172 المكالمة لها الأولوية مباشرة، تأتي مكالمة. معذرة دكتور. سنعود إليك محمد من الشلف. ما تقلقش. نأخذ اتصال من سمية من ولاية سطيف. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام ورحمة الله. مرحبا بك سيدة سمية من ولاية سطيف. يعطيك الصحة أختي. حبيت نسقسي الشيخ تعيشي. نعم. حول ماذا؟ حبيت أنا نسقسي دوك أنا عندي حلف. عندك؟ أنا حلف. حلفتي؟ نعم. حلفت دوكا وحبيت نصوم. حلفت يعني درت هذيك الحاجة. يعني حلفت قلت ما نروحش نبات في هذيك الدار وما عاد رحت بت في هذيك الدار. فهمتيني دوكا؟ نعم. دوكا حبيت هذيك 3 أيام نصومهم. إذا نقدر نصومهم نديرهم بالاثنين والخميس، يعني الحسنة تاع الاثنين والخميس ونحسبها تاع الاثنين والخميس وتاع الحليف. إلا يعني إذا جايزة ولا لا. واضح. سمية من ولاية سطيف، كنت قد قلت في بداية يعني البرنامج أنكم تتقيدوا بالبرنامج أرجوكم وبعنوان الحلقة اللي هو ميراث الشهيد. دكتور لست أدري إذا كان جاوبها الآن ولا فيها لا سأله. معلش سمحي لي أختي. أنت حلفتي، إحنا ما حلفناش فيك يا سمية، درتيها لنا. معلي سمية راح لا يجاوبك حاشا ما يجاوبك ان شاء الله. سيرتو لك حبات صومي، ربي يعاونك انت ايضا ان شاء الله. ربي يخليكم ان شاء الله. نحن لا نرد الاسئله. معليش سمية مره في غره. معليش. بارك الله فيك. نشكرك على الاتصال محمد، لانه الامور الناس عندها يعني قضايا خاصه متعلقه بالابناء الشهداء، وبلك الناس من 62 ما قدرتش تدخل لا اراضيها ولا العقار تاعها. مثل حكايه محمد اللي في نهايه المطاف يقول لك رحنا عند النوتير قال لك ما نقدرش ندير لكم الفريضه، وقال لك يا دكتور كيفاش تعاوني.
باش يفوت في هذه المسألة. تفضل نعم. دكتور. أولا يا أخي محمد، الشيء اللي قال لكم الموثق صحيح، عدم رجعية القوانين. يعني القانون صدر في 1984 9 جوان أو 9 رمضان 1404 الموافق ل 9 جوان 1984. نعم. في المواد 169 إلى غاية المادة 172 في الفصل السابع موضوع التنزيل، يعني تكلم المشرع أو نص على أحكام التنزيل كما ذكرنا في المادة 169: من توفي وله أحفاد مات قبله أو معه وجب تنزيلهم. وجب تسمى وصية واجبة. نعم. وجب نعم. ماشي اختيارية. قبل 84 كانت الوصية اختيارية، نعم. ولكن بعد 84 يعني واجبة، كما دلت على ذلك أيضا الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا، وهي تترى 93 في 97 في 98، يعني عدة قرارات للمحكمة نعم. العليا. نعم. طيب، ولكن يا أخي العزيز الموثق تيقول لك باللي ما نقدروش ندير لك الفريضة، خاطر هذا القانون صدر في 84 والوفاة صارت قبل 84. كاين مبدأ اسمه عدم مرجعية القوانين، ما يوليش القانون لور، القانون نعم. يطبق في المستقبل. نعم. من تاريخ صدور القانون المستقبل. نعم. هذا هو المطلوب، هذا معروف في القانون. طيب، ولكن الأخ محمد جزاه الله خير ذكر مادة في القانون وهي المادة 222. نعم. ونقراها لك يا سي محمد أخويا. نعم. كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. أعيد. نعم. كل ما لم ينص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. يعني ما لم ينص، إذا كان هناك فراغ انفيد جوريديك، في فراغ، القاضي يرجع إلى تطبيق هذه المادة، يعني تحيله إلى الشريعة الإسلامية. ونقول لك هذه المادة فيها قوة كبيرة، لأنه في بعض التشريعات العربية تكون الإحالة إلى القول الراجح مثلا في المذهب الحنفي، إلى القول الراجح في المذهب المالكي، هكذا تنص القوانين الأخرى. نعم. ولكن عندنا لا بشكل سيفاست واسع. نعم. قال لك القاضي يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك يا أخي محمد لاحظ معي حينما قلنا في مقدمة اللقاء أشرت إلى فتاوى بعض أئمة التابعين وأئمة الفقه الإسلامي. نعم. ذكرت مثلا سعيد بن المسيب، وكذلك الحسن البصري وطاووس وداود، الإمام الطبري، الإمام ابن حزم، هؤلاء الإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الأعلام يعملون بالوصية الواجبة. لذلك رأيي الخاص وأحتفظ به، رأيي الخاص أنه نخدموا بهذا المادة القانونية. نرجع نعم. للشريعة الإسلامية. نعم. لماذا؟ أولا هذه رقم واحد، الدليل الأول. الدليل الثاني أنه هؤلاء أولاد شهداء، خاصة بالنسبة لأولاد الشهداء. يعني ما ذنبه؟ كما يقولوا طلع الجبل باش يخرج فرنسا، باش يحارب فرنسا، وعمره 20 سنة 22 سنة 24 سنة، ومات شهيدا وخلى أولاده. يعني مات شهيد، ما ننساوش، ما لا ننسى هذه المسألة إطلاقا. نعم. إطلاقا. والأمر الثالث أن نية المشرع الجزائري كانت منصرفة إلى الوصية الواجبة، إلى هذا الرأي الفقهي الذي يؤكد على وجوب الوصية. نعم. على شرعية الوصية، بدليل أن المشرع الجزائري في 1984 تبنى هذا الرأي. نعم. إذن أعتقد من الحكمة العمل بمقتضى ما ذكر، أن لا يحرم هؤلاء أولاد الشهداء من ميراثهم، على الأقل على سبيل الاستثناء. أكتفي بهذا يا شيخ محمد، أخي محمد، هذا هو البيان يعني. نعم. الذي نعم. يناسب تدخلكم في هذا المقام. نعم. لحسن من تلمسان يقول هو راهو ابن شهيد، الوالد تاعو رحمه الله خلى 4 أخوة وبنت، ويقول الأخ والأخت تاعو ماتوا قبل الوالدة، والوالدة توفت في 2013 دكتور. وهذه القضية قضية أخرى. نعم. قضية نعم. أخرى. نعم. وفيها جديد هذا القانون تاع الحسن. طبعا تواصلت معه وتحدثت معه مرارا وتكرارا، ولكن نسأل الله أن يوفق. نعم. يقول لك لا يضيع حق وراءه طالب. نعم. لا يضيع حق وراءه طالب. إن شاء الله ما يضيعش. كي نرجعوا إلى النص العربي. النص العربي
يستخدم كلمة الأحفاد. وكلمة الأحفاد كلمة مشتركة مثل كلمة الأولاد. كي نقولوا الولد، هل يقصد به الذكر؟ لا، يقصد به الذكر والأنثى. كما نقولوا بالدرجة الدرية ذرية. مكالمة دكتور. نأخذ اتصال ثم نعود للحسن من تلمسان من العاصمة. السيد سليمان، السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير السيد سليمان. الله يبارك فيك، يسلمك الأخت. نعم، عندك انشغال ولا سؤال بالنسبة للموضوع؟ عندي سؤال نسأل فيه الشيخ إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم تفضل. أنا عندي أم في الرضاعة، زوجة شهيد. نعم نعم سليمان، أنا أسمع فيك. زوجة شهيد. زوجة شهيد. لها بنتين. نعم لها بنتين. لها بنتين. نعم. لكن هي أعدت الزواج بعد وفاة الشهيد. نعم. وجابت أولاد مع هذا الإنسان هذا. نعم. بقي عندها مبلغ مالي معتبر تخلصوا على الشهيد. نعم. رانا نسمعوا فيك. نعم. بارك الله فيك. لكن هذه البنات، هذا الزوج هذو راهي ما تعطيلهمش من المنحة تاعها. الموضوع المقبل بحول الله تعالى. نعم. المنحة تاع الشهيد ما تعطيلهمش منها، تقول ما تعطيش لبناتها. تقول لهم باللي عندكم منحة خاصة بكم. كيفاش كان تقول لهم الأخ سليمان؟ تقول لهم المنحة تاعكم اللي تعطيها لكم الدولة. أيوة، واضح. مفهوم الشيخ؟ مفهوم جدا. والله ما لا دوك هل هي من حقها ما تعطي لهمش ام من حقهم تعطي لهم؟ واضح. خاصها يتمد لولاد الزوج الاخر. راهي تمد لولادها من الزوج الاخر. بارك الله فيك الشيخ. واضح يا اخي سليمان. والبنات ما تمدلهمش المنحه، معذره. واضح. هذا هو السؤال. واضح سيد سليمان من العاصمة. هي تكون آثمة لما ما تمدلهمش أما تكون من حقها ما تعطيلهمش؟ طيب ستستمع إلى فضيلة الدكتور بالنسبة لهذه القضية سيد سليمان من العاصمة، وإن شاء الله ما يأثموش يعني وما يضروش ويعرفوا بلي كاين شرع ربي سبحانه عز وجل. وفيك بركة سيد سليمان من العاصمة. اتصال آخر سفيان من عبد الحكيم من فرنسا. السلام عليكم عبد الحكيم من فرنسا. السلام عليكم السلام عليكم الحاجة، واش راكم؟ مرحبا. السلام ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أنا حبيت برك نطرح لك واحد السؤال. نعم تفضل. أنا نعيش في فرنسا، ما عنديش دار في الجزائر، ما عنديش دار، عندي الدار تاع بابا ولا كاين شوية المشاكل، حبيت ندير ان كريدي بونكير باش نشري دار في الجزائر. والكريدي بونكير اللي تعملوا الدوله تاع كناب 1% سي ان كريدي سوسيال ديروا خطره في العام، خطره في حياتك. اسكو يجوز ولا ما يجوز؟ واضح. نعم واضح. ولا كنت البركه هذوك تاع المربحه ولا تاع ما نقدرش نقول واحد فيهم. نعم. ليسونسيال باش يكون عندي نديروا مره في حياتي باش يكون عندي دار في الجزائر. ان شاء الله تكون عندك دار في الجزائر ان شاء الله. ونشكركم بزاف ونشكر بزاف الشيخ وكاع الائمه اللي يخدموا معاكم. بارك الله فيك. شكر موصول لك. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي عبد الحكيم. الشكر موصول للمشاهد الكريم الذي يتواصل مع البرامج. دكتور توقفنا عند الحسن من تلمسان، تفضل. لك الفضل. أخي الحسن، هذه مسألة أخرى يعني في الحقيقة طرحها الأخ الحسن اللي هو مهمة. نعم. توريث الأحفاد، يعني هم أولاد الابن. نعم. أما أولاد البنت فلا. نعم. أنا قلت الآن أن كلمة الأحفاد مثل كلمة الأولاد. الولد لفظ مشترك
يشمل الذكر والأنثى. نقول ربي يقول في القرآن يوصيكم الله في أولادكم، معنى الدرية نتاعكم ذكور وإناث. من بعد يفصل للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن فهمنا الآن الولد لفظ مشترك فيه ذكر وأنثى، وكذلك الأحفاد فيهم ذكور وإناث. لذلك النص العربي اللي مكتوب به قانون الأسرة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للجزائر. نعم. أليس كذلك؟ نعم دكتور. طيب المفروض النص المرجع هو النص العربي، ولكن النص الفرنسي لا، في الترجمة تكلموا على أولاد الابن الذي مات في حياة أصله. معناه كأن النص الفرنسي استبعد أولاد البنت. نعم. لذلك الأخ الحسن قال لك خويا مع أختي ماتا قبل أمي. نعم. والأم ماتت في 2013. في 2013 كي راحوا داروا الفريضة الموثق خرج أولاد خو الحسن ضمن الفريضة. نعم. طبقا لقواعد التنزيل اللي نهضر عليها اليوم. نعم. أما أولاد أخت الحسن ما خرجهمش واستبعدهم. والأخ الحسن حينما تحدثت معه جزاه الله خير هو إنسان يخاف ربي. نعم. قال لهم أنا نخاف ربي، ما حبيتش ناكل حقوق اليتامى هذون. نعم. وأنا قلت له جزاك الله خير يا الحسن، نقول لك عليه مباشرة يا أخي الحسن بارك الله فيك وربي كثر من امثالك وربي يحفظك وربي يعلي شانك أنك ما حبيتش تاكل حق اليتامى. ولكن الموثقون مختلفون في هذه المسألة، ولذلك أنا أرفع صوتي قل لا بد من الحسم في هذه المسألة، لابد. فإذا كان النص العربي يقول الأحفاد معناه سواء أولاد الابن ولا البنت اللي ماتوا في زوج كيف يورثوهم. وذلك الذي نراه صوابا. وهناك رأي فقهي طبعا له وزنه، يقول يديو غير أولاد الابن الذكر، أما أولاد البنت ما يديوش. وعلى بالك يكون مسألة خلافية. هنا يأتي ولي الأمر ليرفع الخلاف. هناك قاعدة تقول رأي الحاكم يرفع الخلاف، معناه الحاكم ولي الأمر من خلال السلطة التشريعية يتخذ قرارا ويحسن في المسألة ويتبنى رأيا معينا، والذي نراه صوابا أن يتبنى هذا الرأي الذي ندعو إليه، معنى كي أولاد البنت كي أولاد البنت مع الابن. معنى في هذه الحالة أولاد خو الحسن وولاد أخت الحسن كلهم يخرجوا في الفريضة. هذا الذي نراه يا أخي الحسن. ونقدم لك يد العون في حدود الطاقة والإمكان، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ربي يعينك دكتور، وإن شاء الله الكل يستفيدوا من تدخلات فضيلة الدكتور سعيد بوزري في هذه الحلقة ميراث الشهيد. نأخذ اتصال من البويرة، السيد عماد. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. من البليدة عفوا، من البليدة. السلام عليكم أخي عماد من البليدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس الحمد لله. وأنت سيد عماد؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك انشغال ولا سؤال ولا قضية؟ عندي سؤال واش ما ينافيش الموضوع تاعنا. نعم طيب تفضل معليش. تفضل سيدي. عندي خالي توفى الله يرحمه. عندك خالك توفى؟ نعم. عنده واحد 4 أشهر واحد شهرين الله أعلم اللي توفى. منذ شهرين. نعم. وكاين زوج خياتو. نعم. منه بابا. نعم. وكاين 3 خوت الاخرين من بابا فقط. مثلا نعم عنده 3 خوته من باباه. وكاين زوج خياتو هذو من باباه ويماه. نعم. وكاين يعني خلى ورثو خلى سكن. حبينا يعني نعرفوا الميراث تاعهم كيف يتقسم. نعم. كاين خادمه هو اللي راه متكلف بالقضيه هذه، حب يرد خياته هذا الزوج مع يماه اللي هي يماه راهي حيه في الحياه. نعم راهي حيه. نعم. حب يردهم في الفريضه، يديرهم كاع يمات وحده في الفريضه ويقسم يبيع السكن هذا ويقسم عليهم.
نعم. لحظة الأخ في المواريث لازم الدقة. الأخ عماد، إذن خالك هذا اللي مات خلى خلى يماه هكذا؟ هو هذا المرحوم مات عنده شهرين. إيه؟ خلاص هذيك فهمناها. نعم. نهار اللي مات واش خلى كورثة؟ خلى يماه خلى لا يماه باباه ميتين في التسعينات. خلاص. إذن ماذا ترك أختين شقيقتين، زوج خواتات من بابه ويماه، وحدة من وخلى 3 إخوة من جهة الأب. من أب. نعم. هكذا؟ نعم. هذا واش خلى كورثة؟ هذا واش خلى 5، 3 من يماه وباباه، 3 من باباه إخوة، وزوج البنات من يماه وباباه. إخوة، 3 إخوة يعني ذكور هكذا. 3 خوته من خلاص. من واضح. نعم. ستسمع الجواب يا أخي عماد. ماذا بك جاوبنا يعني جاوبنا في يجاوبك في هذه الحلقة بحول الله تعالى. تسمع بعد حين إن شاء نعم. الله. تسمع بعد. يجاوبك في هذه الحلقة. بارك بارك الله فيك. نشكرك السيد عماد من البليدة. نشكرك. سمية من سطيف دكتور اللي قالت لك حلفت وحبيت نصوم نعم. أولا الأخت سمية، طيب في كل مرة الأخت نجاة يعني تنبه البرنامج له خصائصه. كان برنامج هلا سألوا يعني من مقاصده الإجابة عن استفسارات واستفتاءات وفتاوى المشاهدين والمشاهدات، ولكن لا حرج أن نجيب. أولا بالنسبة اللي يحنث كفارة اليمين راهي موجودة في الآية 89 من سورة المائدة. معنى إطعام 10 مساكين. أولا إطعام 10 مساكين 10، وإذا ذكر العدد في القرآن أو في السنة فهو معتبر. يعني ما يقولش أنا نوكل قيس 10 نعطيه الواحد، لا. إذا كان ربي قال 60 إذا قال 10 60 في أمر آخر، في كفارة أخرى. ولكن هنا في كفارة اليمين عندك 10 مساكين. نعم. توكل لهم ولا تعطي لهم دراهم قسمة يأكلوا في 10 هكذا. نعم. إلا ما تقدرش تروحي إلى صيام 3 أيام. والصيام 3 أيام هذه إما متفرقات أو متتابعات. تصلي مثلا الاثنين 3 4 أو الاثنين والخميس كما درتي وزيدي نهار واحد آخر. نعم. وكل هذا صحيح. ودير النيتين، أولا كفارة يمين، وحاجة أخرى أن النية الثانية أنك اخترتي الاثنين والخميس باش يكون عندك أجر، لأنه هذان اليومان وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصيام نافلها في هذين اليومين. نعم. إذن سليمان من العاصمة اللي يقول عنده في الرضاعة وهي زوجة شهيد، لها 2 بنات وعودت زوجت وولدت أولاد وعندها مبلغ مالي معتبر. سيت اون بونسيون جو بونس اللي مدوها لها، وتقول لك تعطي المنحة للبنات وما تمدش للأولاد. أكيد في الحلقة القادمة إن شاء الله يكون التفاصيل. كان باختصار يا أخي سليمان. منحة الشهيد اللي تمنح للأرملة هذه منحة خالصة للأرملة، لا يجوز أن تكون محل نهب أو استيلاء أو إكراه على التنازل من أحد الأولاد، سواء من أولاد الشهيد أو من أولادها من زوج آخر، فهي منحة خالصة لها. نعم. لها. نعم. فإذا أرادت أن تحتفظ بها كاملة برمتها بحالها فهي حرة في مالها. وإذا أرادت أن تتنازل عن بعض مالها، عن بعض هذه المنحة لأولادها، عليها أن تكون عادلة. نعم. ما تمدش لأولادها من الزوج الثاني وتخلي بنتي الشهيد وما تعطي لهمش. لازم تعدل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا وأمرنا في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. يعني خافوا ربي وديروا العدل بين أولادكم. نعم. واللي ما يعدلش طبعا فهو آثم. نعم. دكتور، يعني بالنسبة لابونسيون هذه تاع أرملة الشهيد، إذا كانت تحب ما تمدش منها لأي واحد من أولادها، يعني واحد ما يلوم عليها. نعم. وهذا لأنه نسمعوا هكذا كي نخرجوا العائلات يقول لك عندها بونسيون تديها على رجلها وما تمدش لأولادها وما تعاونش ليس شرطا أن تمنح لأي منهم. ولكن إذا منحت تمنح بعدل. اللهم إذا كان واحد عنده مسوغ معين، واحد عنده مرض، ربما عنده أشياء يعني عنده مسوغ، فيه مسوغ شرعي أو مبرر شرعي يسمح لها
بأن تمنح لأحد أولادها قليلا يعني شيء من الزيادة لعذر ما. نعم. دكتور عبد الحكيم من فرنسا سأل حول موضوع لا يتعلق بميراث الشهيد، ولكن يقول كانني عايش في فرنسا وفي الجزائر ما عندوش منزل وحب يشري مسكن عن طريق ان كريدي بانكير. يا أخي عبد الحكيم، أولا كل قرض جر نفعا أو ربحا فهو ربا، وهو حرام في شريعة الله عز وجل، والله حرم الربا سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. قليل الربا وكثيره حرام. ولكن نعم. إذا كان واحد ما عندوش في ضائقة ولا يستطيع شراء مسكن بحر ماله، لم يجد إلا هذه السبيل، الله غالب، هنا يكون في حالة حاجة أو ضرورة. وسورة البقرة يا أخي عبد الحكيم، سورة البقرة روح الآية 173، رب يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والمسكن يعتبر من ضروريات الحياة، فهو ليس أمرا تحسينيا. هو قال لك حبيت يكون عندي مرة فقط في بلاده. نعم. إن شاء الله حرج عليك يا أخي عبد الحكيم إذا لم تجد حلا آخر فالجأ إلى هذه الطريقة عن طريق بنك من البنوك المرابحة أو غيرها، ولا حرج عليك إن شاء الله. دكتور عماد من البوليدة قال لك خالو توفى منذ شهرين، عنده زوج أخوان أختين شقيقتين من بابه ويمه، وعنده 3 إخوان من الأب فقط. يا أخي عماد، نفهم على الميراث كيف الأختان الشقيقتان يرثان من خالك شحال؟ ثلثي التركة، يعني 2 تير، 2 على 3. والباقي طبعا لماذا ثلثان؟ لأنهما ما عندهمش لا عاصب وما عندهمش ولا حاجب. وكذلك لتعددهما وعدم وجود عاصب وعدم وجود حاجب وعدم وجود فرع وارث مؤنث. لهذه الأسباب يديو 2 على 3 2 تير. أما الباقي شكون اللي يديه؟ 3 إخوة من جهة الأب باعتبارهم عصبة بالنفس وعدم وجود حاجب. إذن 2 تير يروحوا الأختين شقيقتين، والباقي اللي هو الثلث يروح للإخوة من جهة الأب، ويقسموه بالتساوي. يعني ما كانش تفاضل، يقسموه بالتساوي. اللي بقى ذيك الوان تير اللي بقى يقسموه على 3 رؤوس. نعم. سفيان، كم بقي من الوقت حتى نمر لرسائل فضيلة الدكتور بالنسبة لهذا العدد؟ سفيان 5 دقائق دكتور. إذا تفضل بالنسبة لرسائل هذا العدد ميراث الشهيد، 2 دقيقتان فقط، 2 دقيقتان. ربي يبارك فيهم إن شاء الله. قبل ذلك دكتور نعد المشاهد الكريم بأنه في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى سنتحدث عن موضوع قضية منحة أرملة الشهيد، والبعض الأشخاص يعني الأبناء اللي يحبوا يتصرفوا فيها بطريقة غير قانونية ويشكلوا مشكل على العائلة. دكتور لك الخط والمباشر لك دائما يا دكتور. الله يبارك فيك. أولا الرسالة الأولى بالنسبة للأعمام الذين منحوا التركة لأولاد الشهداء، أحييهم. نعم. أقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم. بالنسبة للأعمام والإدارات اللي راهم داروا عقبات في طريق أولاد الشهداء، نقول لهم اتقوا الله عز وجل ويسروا ولا تعسروا على هؤلاء. نعم. الرسالة الثالثة نقول لأولاد الشهداء طالبوا بحقوقكم ولكن بحق، فلا بد للحق أن يطلب بحق ولا يضيع حق وراءه طالب. الرسالة الأخيرة لا بد أن نتعاون جميعا كل من موقعه من أجل تذليل العقبات أمام كل صاحب حق مهضوم. جزاك الله. نسأل الله أن نغير حالنا إلى أحسن حال. شكرا فضيلة الدكتور، جزاك الله كل خير على كل هذه التدخلات، ونحن دائما نستفيد من فضيلة الدكتور سعيد بوزري في برنامج الصلح خير وفي هذه الحلقة المخصصة لميراث الشهيد. في الحلقة المقبلة سنتحدث عن منحة أرملة الشهيد وبعض الخلافات والنزاعات بين الأبناء والبنات. نظن أنكم قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات ونتمنى ذلك. وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.